توم ضغط على جرس الباب بس الجرس انفجر، مفيش حل قدامه، فبدأ يخبط بإيده وفجأة الباب كله وقع على الأرض. وبعد ما توم بالعافية قدر يصلح الباب، أول ما قفله اتكسر تاني في نفس اللحظة. في نفس الوقت صاحبته آنا كانت طالعة تنام. أول ما نامت على السرير انهار تحتها. قالت خلاص مفيش نوم وقررت تدخل تاخد شاور، بس أول ما فتحت الحنفية طلع منها طين تقيل خلاها تجري وهي خايفة. تحت توم سمع صريخ آنا فطلع يجري على السلم، وهو في نص السلم السلالم بدأت تتشقق وتتفكك، وفي اللحظة الحرجة توم اندفع لقدام ومسك في حافة الدور التاني. آنا سمعت الدوشة وخرجت تجري بس ما لحقتش توقف، وداست على ايد توم، سحبت رجلها بسرعة وهو بيقع ما نسيش يبعت لها بوسة. وأخيرا دخلوا في وقت الليل، وأول ما كانوا هيتمددوا الدنيا بره قلبت رعد وبرق، وكالعادة المصايب ما بتتأخرش. قرروا يجددوا البيت. توم كان نازل يجيب مية بس المعلم ناداله. في نفس اللحظة دي واحد من العمال شال لوح من الأرضية. توم ما كانش واخد باله، لف ورا وخطف الهواء. منشار كهرباء كان قريب طار في الجو، وفي نفس اللحظة أنا ركبته في الكهرباء. المنشار اشتغل وزعق وابتدى يقطع الخشب، وفي نفس الوقت عربية محملة طوب وقعت. توم اتقذف بره البيت ووقع براسه في الأسمنت الطري، قام واقف زي التمثال، وبعدين بالغلط وقع في المدخنة. الخطاف اتكسر والمدخنة وقعت. قدر يقفز على لوح خشب بس الصقالات اللي تحته اتكسرت وانهارت. العمال جريوا وهم خايفين. توم زحلق على اللوح واتدحرج جوه عربية زبالة، اتزحلق على الجنينة وفي الآخر خبط في حمام السباحة.